السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين بكم في قناتي، قناة أكلات ليبية أم همام. إن شاء الله اليوم ندير مع بعضنا البنكيك الحار بطريقة سهلة بصوص الجبنة، طبعا بطريقة سهلة جدا لأخواتي مبتدئات في المطبخ، حاجة تديري بها عصرية متاعك في العشية هيك. نوع من الحاجات الخفيفة، يعني تقدميها مع الشاي، حاجة خفيفة. او في نفس الوقت حتى نوع من المقبلات تديري مع اي حاجه. طبعا تقدري تديري طبقات نفس ما درت انا تو هيك على بعض، وحطيت عليه صوص الجبنه، وتقدري كل طرف وحده تقدميه مع طاسة شاي خفيفة بالنعناع حلوة هيك. طبعا في الشتاء وقتها طويل، وقت الناس يعني ما شاء الله في الشتاء حتى في الليل دري المرحلة الثانية من العشاء، يعني حاجة خفيفة بصراحة، وما تاخذش وقت في التحضير. حتى كان جوك الضيوف تبي تشكلي بيه السفرة متاعك، ما ياخذش وقت، بكل سريع في ساعة ما يندار، وحلو بصراحة، طعمته بجد حلوة ونكهة متاعها حلوة. وتقدر تحطي عليه من فوق أي صوص جبنة عندك، حتى جبنة مثلثات، أنا درت صوص جبنة الشرائح او شيدر وموزاريلا الابيض، هذا تقدري يطلع لك صوص ابيض. نحن جبنا درناه طبعا بجبنه الشرائح. طريقته سهله وشوفوا خفيف بصراحه، وطعمته بجد جد حلوه، خفيفه، حاجه خفيفه وحلوه ومميزه وجديده. نبدا بسم الله والصلاه والسلام على افضل خلق الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. نبدا بالمكونات متاعتي. عندي هنا كزبر ومعدنوس اخضر، خذيت منهن ربع ربطة كزبر، ربع ربطة معدنوس، وعلى حسب الكمية اللي عندك انت تبي تديريها، عدد العائلة متاعك. وعندي هنا بصل اخضر قرطته صغير، وعندي جبنة مخلطة موزاريلا وشيدر، او كباية حليب دافية، وكباية دقيق، وبيكنج بودر، ودحية بدرجة حرارة المطبخ. عندي هنا الجبنة، انا خذيت جبنة شيدر وموزاريلا مخلطة. تقدري جبنة شيدر اللي هي جبنة الحمراء متاعت الحمراء، او يسموا فيها جبنة السمسار، حلوة طعمتها بجد حلوة بصراحة، نكهتها حلوة. اذا كان ما عندك ديري حتى اي نوع جبنة، بس تلقى طعمتها حلوة مشينا. وتقدري حتى فيها مكعبات جبنة المثلثات، حطيها في الفريز شوية جمد، بعدين قرديها مكعبات صغار وحطيها، بس تكون بشرط نوعيتها سمحة مش نوعيتها عشان تعطيك طعمة حلوة اصلا في البانكيك. ناخذ هنا الدحية نحطها في صينية واسعة، ونخلطها شوي، نصب عليه شويه خل ابيض باش يحول لي هنا الزفار متاعي، ضروري منا الخل الابيض باش يحول لي الزفار متاع الدحيه. وطبعا نحط كبايه الحليب، وهنا ضروري من الحليب تاعك الدافي، انا حطيتها نصها كبايه حليب ونصها ميه حليب حكيه، واذا كان حليب باكو حطي حليب باكو عاديه ما تخففيهاش. وعندي هنا يا نص كشيك صغير ملح، او ربع كشيك كبير ملح، ما نكثرش واجد على حسب نوعيه الجبنه، لان معناتها الجبنه تقعد عندك مالحه فتملحها، او تحطي ملح تقعد لك مالح ما يصيرش منها. ونحط نص كشيك صغير او ربع كشيك كبير فلفل اكحل. والناس اللي تحب الحاجه الناشطه الحاره هيك تقدري تحطي نص كشيك البابريكا اللي هو الفلفل الاحمر المطحون، تقدري تخلطي معاه شويه، او تخلطي معاه هريسه عربيه. طبعا حاجات هذين لاي حد يفضلن او يحبن او يديرن مناسبه، بس اللي عنده صغار اكيد حيبتعد عنهن شويه. بس انا فلفل اكحل مع الخل يحول لي زفار الداحي ويخلي نكهته حلوه. حطيت هنا الجبنه، تصدق الجبنه اعطتها طعمه حلوه، اي جبنه انت تفضليها حطيها. والناس اللي ما تحبش الجبنه عادي، ما ضروري تديري جبنه. حطيت هنا بعد ما حطيت البهارات، حطيت كزبر ومعدنوس، وحطيت بصل اخضر، واذا كان ما عندكش بصل اخضر دي حتى بصل حويل قرضيه صغير مكعبات صغار وحطيه. وحطيت هنا الدقيق، عندي كبايه دقيق، بس ضروري ما نغرب له هنا باش ما تدريش اي تكتلات. وحطي هنا يا عندك شويه توم مهروس عادي او توم بودره. هنا حطيت مع الدقيق انا نص كشيك بيكنج بودر، ونحط شويه نفس ما قلت لك كم توم بودره. اذا كان ما عندكش توم بودره تقدري حتى توم حب عادي، حبتين فصين توم تهرسين كويس، تحطي نكهه حلوه في الوكال، ويعطي طعمه حلوه بصراحه. التوم ضروري لما تديري في اي حاجه، خاصه في الشتاء هو مضاد حيوي، وفي نفس الوقت يعطي نكهات للوكال حلو، للموالح والحاجات هذين يعطي نكهه حلوه، بس ما تكثريش واجد، بس ضروري منها هيك النكهه بتاعتها حلوه بصراحه. نحط منها شويه ونخلط كويس. الناس اللي ما تحبش قوة الثوم تحطي ثوم بودرة، ديما اخف واجد من الثوم الحب العادي. نخلطه كويس ويجي القوام بتاعها مزبوط. اذا كان القوام بتاعك جا خفيف شويه، فزيدي كشيك او كشيك ونص دقيق، على حسب نوعيه الدقيق بتاعك يشرب او لا. في دقيق ما يشربش، ناس ما نقولوا فيها كل مره. واذا كان حسيتيه انه هو ثقيل معك فزيدي ممكن كشيكين ثلاثه بس دقيق حليب عفوا، باش تقعد القوام بتاعها مزبوط، مش خفيفه هي، ما تقعدش رقيقه، مش كيف الطعميه للزمان بتاعتنا، ولا الزمنيه، ولا تقعد غليظه، تقعد متوسطه. ونحط هنا كشيكين كبار من الزيت، اخر ما نحط كشيكين كبار من الزيت ونخلطها تخليط عادي هنا. والناس اللي ما تحبش الزيت او عندها مشكله في الدهون، مو ضروري تحط زيت، حتى بلا زيت تجي سمحه، لان مرات تحطي جبنه تجد فيها نسبه دهون واجده، خاصه لما تجد جبنه صفراء فيها نسبه دهون واجده، فما تحطيش زيت، بتحدي عنها عادي، حتى هي مش مشكله. انا بعد خلطتها كويس، تعمل القوام بتاعها كويس، ناخذ طاوه او طاجين بتاعي نحطها على الغاز، نخليه يسخن زين،
وناخذ بالفرشة بس نمسح الطاجين بتاعي بشوية زيت ونحطه. واذا كان طاجينك تيفال ممتاز، يعني ما تستحقش انك انت تدهنيه تخافيش يلصق فيه، فحطيه عادي. بس حاولي تحطي بالساقم شويه، بعدين ابي واسي فيه بالكشيك يطلع لك على شكل دائري. تبي حجم كبير او صغير، ممكن تاخذي فورمه السلستين الدائريه تقدر مدوره مفتوحه من الجهتين، تدهنيها بشويه زيت وتحطيها في الطاجين وتبي تصبي فيها. بعد ما تحسيتي انها مساك شويه تحوليها الفورمه وتقلبي الطرف نتاعك. ولا تستخدمي اكثر من مره الفورمه هذه تقيسي بها بس تعطيكي مقاس واحد مش اكثر يعني. هنا نقدر نقلب فيه البانكيك متاعي، بس انا لما كده نقلب فيه 3 مرات 4 مرات، وبعدين نقدر نحاول اني بين تقليبه وتقليبه نغطيه، بس ما نخليش اقل من دقيقه يعني انا نقلبه. النار بتاعك تكون هاديه باش يطيب عندك من جوا وما يقعدش ني، في نفس الوقت يعطيك منظر حلو ما ينحرقش من برا، يقعد المنظر بتاعه حلو، عطي لمعه حلوه مش محروق. وطبعا حسب الكميه متاعك، اذا كنت بتدير واجد نفس ما قلتي زيدي الكميه، واذا كانت تبي شويه عدد افراد شويه فخليه هيك. ناخذ انا فوطه المطبخ ونحط عليها، او عندك كلينكس تحطي عليه، ضروري ما تحطيه ما تحطيش فوق بعضها، خليه متوسع من بعضها باش ما ينزلش عندك يهبط يقدر رقيق. ونفس هنا الدائره كيف ما تبيها، كبيره صغيره على حسب اللي انت تبي تديريه. وتقدروا تخلطوا فيه حتى زيتون، تقرضيه مكعبات صغار وتحطيه الناس اللي تحب الزيتون. فافكار تقدر تزيدي شويه فلفل حلو يعطيه الوان، طبعا على حسب كل واحد ذوق بتاعك، بس تذبليه شويه على النار افضل الفلفل، وبعدين تضيفي له. بس بصراحه والله طعمته خفيفه حلوه وخفيفه، يعني تقدميها مع طاسه شاي وحاجه سريعه، يعني ما تاخذش منك وقت، خاصه لو كان الطاجين بتاعك كبير. تحطي اكثر من طروف، 3 طروف 4 طروف في سما تعدي معاكي، وغطي الطاجين بتاعك بمغطى او طنجره، تديري طنجره تيفال كبيره حتى يجي فيها. اهم حاجه النار بتاعك تكون متوسطه يعني شبه هاديه، وتقدري تقلبي فيه مرحله مرحله وينين يطيب معاكي ويتحمر اللون بتاعه. طبعا ندير كميه متاعي لان ما نكملها كلها، هذا كملته كله انا. طبعا طلع معي الظروف هذين، انا درت كميه بسيطه جدا، تبي ديري كميه ضعفي كميتك، يعني ديري دحيتين وديري هيك اكثر، بس هي كتجربه ديما الواحد يجرب بمقدار صغير، اي كان نوع الحلو او المالح تبي ديري مقدار صغير ديما، وبعدين زيدي كبري المقدار مره ثانيه. بس حاجه خفيفه وحسيتها اقتصاديه وبدون زيت، وما تاخذش حتى دقيق واجد، وحلوه بصراحه والله بجد حلوه، مع طاسه شاي منعنعه هيك بصراحه ما شاء الله. وهنا خذيت صوص الجبنه، خذيت 4 طروف جبنه شرائح بس، وحطيت عليها كبايه حليب. بس انا هنا حطيت قوام الصوص الجبنه متاعي فيه خاطره شويه، فانا حبيت هنا نخففه، هو حلو هيك، بس اذا كنت بتخففيه خففيه شويه مش واجد باش ما يطلعش معاكي خفيف واجد، وفي نفس الوقت عشان ينزل لك على الخرط. انا خففته شويه، طبعا درته في الاول غليظ شويه، بعدين خففته وصبيت عليه هذين بالشكل هذا. تحبي تحطيه عليه بعضها طبقات، تحطي بين الجبنه او تحطين طبقات كيف ما حطيت انا بلا جبنه. وهذين الطروف هذين تحطي عليهن هيك شويه نقاط هيك جبنه للتزيين، او خطوط او كيف ما تحبي تزينيه. وممكن ترشي عليه من فوق شويه زيتون وفلفل الوان او حتى لوز، يعطيه طعم حلو ومنظر حلو. وهذا هو البانكيك متاعنا، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. وحاجه بسيطه وسريعه وخفيفه هيك، مش مكلفه واجد حسيتها، فحبيت نشارككم بيها. ديروها يعني حاجه المستعجله جاك حد ضيف على السريع، والله بصراحه طعمتها صحيه مش مكلفه واجد، ما فيهاش لحم او دجاج او هيك، بس والله طعمتها حلوه، خاصه كان جات الجبنه اللي حشيتي بيها، يعني حطيتيها جوا في الخلطه متاعك، جاتك جبنه نوعها ممتاز، يعني حتجيك طعمها ما شاء الله لا قوه الا بالله.